ما قالته الكاتبة فاطمة نعوت عن ما يفعلوه المسيحيين بالكنائس. الكاتبة فاطمة نعوت قالت كلمة على صفحتها: أشهد إني لم أسمع يوم في كنيسة كلمة تسيء لي كمسلمة، ولا لديني ولا لأي إنسان، وأشهد إني أسمعكم في كنائسكم تدعون لمصر ولنيل مصر ولرئيس مصر وللمصريين، مسلمين قبل مسيحيين، وأشهد إنكم تراعون بخدماتكم أبناءنا المسلمين الفقراء كما تراعون أبناءكم المسيحيين. ودي كانت كلمة الكاتبة فاطمة نعوت، الكاتبة الجميلة. ربنا وإلهنا يسوع المسيح يجعلنا دايما نور للعالم كله. ومعنا كمان النهاردة حكاية عجيبة جدا، حاجة حصلت في كنيسة خلت كل الناس يخافوا وينزعجوا، والبعض منهم طلع يجري بره. ايه اللي حصل؟ الحكاية كان الأنبا سربامون قايم بصلاة القداس، وكانت الكنيسة زحمة على الآخر، وكان بسيدنا بيصلي، ومرة واحدة وهو بيصلي فضل يصرخ ويقول: انجديه يا عذرا، انقذيه يا أمي، الولد وقع في البير. ربنا كان عاطي سيدنا الأنبا سربامون شفافية كبيرة جدا، خلاه يشوف اللي بيحصل، وشاف ولد وهو بيقع في البير. أهل الولد اللي كانوا موجودين أول ما سمعوا سيدنا بيصرخ طلعوا أوام يجروا ويشوفوا الولد حصل له إيه. أما باقي الشعب كان بيصلي وبيتشفع بأم النور إنها تنقذه من اللي فيه وتلحقه. وأهل الولد أول ما طلعوا لقوا البير اللي عند الكنيسة متشال الغطا من عليه، وراح الأب فضل ينادي على ابنه باسمه، لقى صوت الولد جاي من تحت، بس الولد مش متشاف، البير كان عميق وضلمة على الآخر. الأب طمن الولد وقال له: ما تخافش، أنا معاك، أنا خلاص أهو هنزل لك حبل علشان أسحبك لفوق، اوعى تخاف. وفي نفس الوقت كانوا الأهل بيدوروا على حبل يجيبوه من أي حتة لحد ما وصلوا الحبل، ومسكوا الحبل وابتدوا ينزلوه علشان يسحبوا الولد. وفعلا نزلوه للولد وسحبوه واحدة واحدة لحد ما طلعوه. والمفاجأة بقى هنا، كانوا متخيلين إنهم هيلاقوا الولد بيتخرشم ومتبهدل وكله كدمات، لأن الوقعة جامدة جدا والبيرة عميقة، لكن الولد طالع قدامهم سليم، مفهوش ولا كدمة ولا متبهدل، بالعكس ولا خايف ومطمن ووشه منور. بصله الأب كده في استعجاب وذهول وقال له: حبيبي، هو أنت كويس؟ رد عليه الولد وقال له: بابا، أنا مفيش أي حاجة، أنا كويس. بص الأب قال له: احكيلي طيب، إيه اللي حصل معاك ووقعت إزاي في البير؟ طبعا الأهل كلهم واقفين وفي نفس الوقت متعجبين، وابتدى الولد يحكي اللي حصل معاه ويقول: أصلك أنا طلعت برا الكنيسة ورحت في الحوش علشان ألعب ويا أصحابي لحد ما يجي وقت التناول، وأنا بجري ورا أصحابي ومش واخد بالي رحت وقعت جوه البير، وأول ما أنا وقعت سمعت صوت عالي جدا بيقول: حوشيه يا عذرا، الحقيه يا عذرا. ولقيت نفسي كمان وأنا بقع بقول: يا عذرا الحقيني، يا عذرا انقذيني. ولقيت ساعتها نور جامد قوي، ما كنتش قادر أفتح عينيا من كتر النور، وشفت ست جميلة قوي ولبسها حلو قوي، لابسة فستان جميل وطرحة حلوة على شعرها، حضنتني ونزلتني واحدة واحدة وقالت لي: ما تخافش، بابا وماما هيجوا وهيطلعوك وانا هفضل وياك. وفضلت تقولي في ترانيم وتسابيح جميلة بصوتها الحلو، وكانت منورالي المكان كله، وما كانش فيه أي ضلمة، وما كنتش خايف لحد ما انتوا جيتوا وكنتوا بتنادوا عليا ومديتولي الحبل. هي مسكت الحبل منكم وحطيته في ايديا وفضلت تساعدني لحد ما ابتديت أبان ليكوا وراحت اختفت. الكل عرف ساعتها ازاي الولد طالع حالته بالشكل ده، سليم ومفهوش ولا كدمة
ولا خربوشة. عرفوا إن أم النور الحنينة اللي دايما فعلا بتنقذ كل أولادها وتنجيهم هي اللي لحقته. والأسقف اللي نادى عليها استجابت أوام لطلبته. الأسقف ده هو القديس العظيم الأنبا سربامون، اللي ملقب بأبو طرحة، اللي ياما صلواته كانت قوية وياما حصل معجزات، زي اللي حصل الزوج والزوجة اللي كانوا متجوزين بقالهم كتير بس ربنا مش عاطيهم ولاد، وكانوا عارفين ساعتها الأنبا سربامون وكان بيزورهم. طلبوا منه إنه يصلي من أجلهم ويطلب من ربنا إنه يرضيهم ويديهم ولد من إيده. وفعلا الأنبا سربامون صلى وربنا رضاهم ورزقهم بولد جميل جدا. بس للأسف الفرحة ما كملتش، والولد اللي كانوا فرحانين بيه يدوبك عمره وصل سنة ومات. الأم لما شافت حزنت واتصدمت وجالها زي حالة نفسية، وقالت لهم محدش هيقرب من ابني ولا هدفنه، وصممت إن ابنها الميت يفضل في حضنها ومحدش هيقدر ياخده منها. وكان حقيقي الموقف صعب جدا، وجع قلب بمعنى الكلمة. ولد مربوط وملفوف بالأكفان وفي حضن أمه، والأم تصرخ وتصوت وتنادي على ربنا وتقول له عطيتهوني وخدته مني، فرحتني بيه وخدته مني. كان الوضع محدش يستحمله أبدا في الدنيا دي كلها. طبعا الخبر انتشر في البلد كلها، ومن ضمن الناس اللي سمعوا الخبر بوفاة الولد هو الأنبا سربابون نفسه، اللي صلى وربنا رزقهم ببركة صلواته. وأول ما عرف الأنبا سربامون راح أوام علشان يعزيهم وياخد بخاطرهم. وأول ما راح هناك في واحدة من اللي موجودين راحت لأم الولد وراحت قالت لها على فكرة الأنبا سربامون بره، أنا من رأيي تروحي وتطلبي صلاته علشان يصليلك وربنا يلمس قلبك ويديلك سلام. الأم أول ما سمعت الكلام ده طلعت تجري زي المجنونة وفي حضنها الولد الميت. راحت على الأنبا سرباون وهي بتصرخ وتصوت وتقوله هو ده اللي انت صليت لي وربنا عطاهولي؟ اهو شفت ربنا خده مني تاني. وراحت رميته ما بين ايدين الأنبا سربامون. بصلها الأب وكلمها وقال لها اهدي، مش كده، انت مؤمنة بربنا. الأنبا سربامون ابتدى يفك الأكفان عن الولد ويبوس في وشه، وراح قال له هو انت مزعل ابوك وامك ليه؟ وراح رشم عليه الصليب وقال له اللي قوم لعازر من بين الأموات يقومك، يلا قوم باسم يسوع المسيح. وراح نفخ في وشه، بص ولقى الولد قام ومفتح عينيه وصاحي وكأنه ما ماتش من الأساس. وكان الولد بيبكي ويعيط. راح الأنبا سربامون قال لها خديه يا ست، اهو ابنك مفهوش حاجة ويا ريت ما تعرفوش حد حاجة. بس طبعا البلد كلها كانت عرفت إن الولد مات. إزاي يعني ما يعرفوش إن الولد قام إزاي من الموت؟ فطبعا الخبر انتشر في القرية كلها. هو ده الأنبا سربامون أبو طرحة القديس العظيم، شفاعة أم النور. والأنبا سربامون تفرح قلوبكم وتعطيكم سؤالكم.